السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى جايين بفيديو جديد، والنهارده خلاص هنفرش اوضه النوم. تمام. انا عايزه اقول لكم بقى ان الاوضه دي طلعت صعبه، يعني كنت بقول لكم على اوضه الاطفال صعبه، طلعت اوضه النوم اصعب منها بمراحل. انا عايزه اقول لكم بس بصوا كده قبل وبعد، ويلا بينا بقى هنبدا الفيديو. بس في الاول حاجه كنت عايزه اقول لكم ايه، الدولاب لوحده حرفيا انا قعدت فيه يجي 6 ساعات. هتقولي لي ليه وازاي وكتير وكده، هقول لكم يعني انا فضيت الهدوم كلها فوق بعض، وعملت جبل هدوم كده، وابتديت بقى اشيل الشتوي لوحده والصيف لوحده، وارتب الدنيا وكده. بس عايزه اقول لكم بقى انا يعني جمدت قلبي وقلت حرفيا انا مش هكركب حاجه، ومش هحط اي هدوم في الدولاب ملهاش لازمه. انا اول حاجه عندي الدولاب كان 4 ظرف، فانا لما جيت قصيته بقى 3. عايزه اقول لكم الضرفه اللي اتقصت دي اثرت معايا جدا، يعني حسيت ان انا ايه، في حاجات كتير مش عارفه احطها فين، واحساس ان انا احط الحاجه تبقى مكركبه واحطها مثلا تبقى فوق بعض يعني عارفه متكدسه كده، ان حد يجي يشد حاجه او كده تقوم موقعه حاجه. فبصراحه ما حسيتش الموضوع، قلت لا يا بنت جمدي قلبك، وقومي اي حاجه مثلا عدى عليها سنه او سنتين ما اتلبستش لازم تتشال من الدولاب. بصوا بقى عايزه اقول لكم انا طلعت كميه هدوم، يعني والله العظيم في حاجه فيها جديده ما اتلبستش، بس اللي هو عارفه انتوا مثلا ايه، اخليها هنلبسها، طب دي ما برتاحلهاش بس لا حلوه شغاله ممكن تتلبس بعدين. عارفه اي حاجه ما بتتلبس جميل قلبك وتطلع طلعيها، طلعي بقى لله وزعي لحد تعرفيه. المهم يعني فضي الدولاب عندك. تمام. فانا بقى هنا اسمه دوت يعني جمدت قلبي بصراحه، وقلت لا انا هطلع وقلت انا كمان مش عايزه اي هدوم احطها تحت السرير. يعني قلت الهدوم كلها عايزه صيف وشتوي، يعني ال3 ظرف دولت يقضوني انا وجوزي هدوم صيف وشتوي. قلت مش عايزه حاجه تبقى تحت السرير، ليه؟ لان مثلا لما اكون مثلا محتاجه حاجه مثلا اقول ايه ده، دي تحت السرير وهفضل اشيل بقى ملل ومراتب وادور وكده، فالحاجه تبقى قدام عينك، تبقى رف فوق عالي بعيده عنك، احسن ما تبقى متخزنه يعني تحت السرير او في صندره او كده. فبصوا بقى يعني انا ايه، بصراحه اكتر حاجه تعبتني في الاوضه دي هي الهدوم. انا كنت غرقانه جوه الهدوم، اللي هو انا مش عارفه الهدوم دي تخلص امتى، بس الحمد لله خلصت على خير. صحيح بقى انا عايزه اشكر كل الناس اللي علقولي على الفيديو اللي هو بتاع الاطفال، بجد يعني حمستوني وشجعتوني وربنا يبارك لكم بجد والله، يعني انتوا اكتر من اخواتي. وشكرا لكل الناس يعني اللي كانت بتدعمني. وعايزه اشكر بقى الناس الشطوره اللي قالت لي مين بقى اللي عمل السرير، كانت فكره مين، في ناس كتير بصراحه قالت. ففي مطبخ سمسم قالت لي ان هو برده بابايا اللي هو اللي عامله، وبرده كريم و... واسم دوت واحده اسمها بوبس شمس، يا رب قلت الاسم صح يعني، وفي ياسمين فوزي. فبجد شكرا ان انتوا طلعتوا متابعيني، مش بس يعني ايه ناس بتتفرج وخلاص، انا انتوا بجد حاسين ان انتوا عيلتي يعني. فشكرا بجد ليكم، وشكرا على كومنتاتكم واللايكات بتاعتكم، و يعني بجد اتبسطت والله، انتوا فرحتوني يعني، فربنا يخليكم ليا يا رب. وعايزه بقى الكل لسه داخل معانا جديد ولسه مش فاهم الدنيا فيها ايه، احنا عاملين يعني ايه، انا عامله لكم زي سلسله كده للفرش الشقه. احنا نقلنا والحمد لله فرشنا اوضه الاطفال، ودلوقتي بنفرش اوضه النوم، ولسه بقى بقيه المطبخ بقى والليفنج واسمه دوت والريسبشن وحاجه، يعني واحده واحده هنظبط كل حاجه. فعايزاكم بقى تعملوا اشتراك في القناه ولايك عشان خاطر تبقوا من عيلتنا، وعشان تتابعوا كل جديد بيوصلكم باذن الله. بصوا بقى انا هنا ايه خلاص طبقت الهدوم اللي كانت مطلعه عيني بصراحه ديت، واسمه دوت يعني كنت رصاهم بقى ايه، يعني رصي كده عاملاهم زي ايه، زي كوامي يعني رصه. تمام. ابتديت بقى لمعت الدولاب وحطيت فيه المفارش، وابتديت بقى ايه ان انا ارص الهدوم ديت في الدولاب عشان اخلص يعني حاجه من الهدوم خالص. فانا عايزه اقول لكم ان انا لما عملت الحوار ده الاوضه رقت جدا، الشقه كلها رقت، يعني لما الهدوم كلها دخلت دواليبها وكل حاجه بقت في مكانها، حرفيا الشقه رقت والدنيا فضيت، وحسيت بوسع خلاص بقيت عارفه اتحرك ايه في الشقه. فبصوا بقى انا ايه، اول حاجه قلت عشان ابدا في الاوضه، قلت انا اطلع كل حاجه بره الاوضه ملهاش لازمه، يعني اي حاجه مش مكانها في الاوضه بودي كل حاجه في مكانها يعني. ولما عملت حوار الهدوم دوت لا بصراحه الدنيا رقت وايه معايا تمام. انا بصوا بقى دخلت الكومودينو مكانه، اللي هي الشوفونيره دي حطيتها مكانها، السرير اتنصب الحمد لله، المولل في مكانها. فقلت ايه يعني واحده واحده ابدا بقى ايه اظبط الاوضه. فانا هنا الاوضه عندي مش دوكو اللي هو الناعم ده، لا هي دوكو بس مرشوشه على خشب، يعني ثمره الخشب تلاقيها باينه. يعني بصوا انتوا لو تلاحظوا يعني لما تيجوا تحطوا ملمس ايدكم على الخشب هتلاقوا خشن شويه، مش مثلا مش بالخشن بيعور او كده، لا هو ناعم كل حاجه بس مش زي الدوكا او حاجه ناعمه ملساء. ففيها دي اي ترابه او اي عفره او اي حاجه او اي تبصيمه بتبان في الاوضه على طول. بس انا عايزه اقول لكم برده ان هي بتنضف بصراحه بسرعه. بصوا الفوطه اللي انا بنضف بيها ديت اسمها تقريبا فوطه من جرين واي حاجه زي كده،
ديت بتاعه التراب، وفي واحده زي بتاعه الازاز. عايزه اقول لكم لو انتوا شفتوها في حته هي خطيره، هاتوها بصراحه ما تتردوش. عارفين كده اللي هي بتشفط التراب شفط، صدقوني يعني. ان بس والله العظيم مش عايزه اقول لكم، مش بتك مثلا على حاجه، انا بس بمشي ايدي بس عليها كده ميه، اللي هي بس مبلوله ميه، يعني ما تحطوش عليها اي كيماويات. بحط بس عليها ميه، يعني بالله بس ميه. وعايزه اقول لكم بس الممشي بس ماشيه كده ما شاء الله عليها، بتشفط الدهون شفط كده التراب. تمام. هي تقريبا يعني في حدود، كنت انا جايبها في عرض او حاجه، كانت في حدود مثلا 170 180 في الرينج ده. بس بصراحه هي يعني سعرها تستاهله بصراحه، يعني عن اي فوطه تانية. لو جيتوا جربتوا تعملوا بيها اي حاجه هتلاقوا الفوطه مثلا ملبخه بجليطه، بتسيب مثلا تراب تعمليها تاني. بصراحه دي حلوه قوي، تغسليها وتشطفيها تاني ترجع لك قشطه. بصوا بقى انا هنا ايه، لمعت كده الاوضه كلها، الرصيد خلاص الدولاب، ولمعت الخشب الاوضه كله. لمعت بقى الازاز بتاع الكومودينات والشوفونيره اللي هي خلاص هقول عليها بعد كده التسريح. تمام. الاوضه دي كان معاها تسريحه كبيره طويله قوي كده، بس انا بصراحه ما لقيتلاش مكان هنا، فانا طلعتها في الصاله، قلت احطها زي ايه، زي وحده تي في كده تحت التلفزيون. فبرضو لما نيجي نوصل برضو للريسبشن والصاله كده ونفرش برضو هتشوفوها، برضو قولي ايه رايكم. بصوا بقى انا هنا ايه، لمعت تحت السرير وظبطت الدنيا يعني. وبديت احط الملل. احساس ان انا بفرش السرير ومش هحط تحتيه حاجه، ده احساس حلو بصراحه. الصندره لميت لي كل حاجه، والدولاب الحمد لله خد كل حاجه. وبعد ما طلعت الهدوم اللي ملهاش لازمه وكده، يعني حسيت ان في براح ووسع كده. احساس والله مريح لنا، يعني راحه نفسيه. انتوا صدقوني مثلا، يعني تقول مثلا ممكن نحتاج الهدوم دي او حاجه، بس صدقوني يعني بتتحط وبتقعد بالسنين ما تتلبسي، ونفضل نشيل من هنا لهنا، وهي برضو يعني عبء علينا، وتحس ان الاوضه مخنوقه بسببها. بصوا انا هنا بقى ايه، لمعت تحت السرير وحطيت الملل. وجيت هنا في الحته ديت المفروض في كومودينو هيتحط هنا، برضو انا لمعت هنا مسحته ولمعت كويس، وهدخل الكومودينو ايه مكانه. عايزه اقول لكم بقى الاوضه ما شاء الله عليها لما اتقصت، يعني جت حلوه جدا. جت السرير في النص وجنبيه اتنين كومودينو. عايزه اقول لكم ان هي جايه بالشعره، يعني حرفيا لو الاوضه دي ما كانتش السرير ما كانش اتقص، يعني السرير دوت خليته 150. بصوا واخد اتنين كومودينو بالظبط، عشان في هناك عمود مضايقني. بص العمود جايب الملي، والله جايب يعني عايزه اقول لكم لو السرير ما كانش اتقص، الاوضه دي ما كانتش هتتحط كده بالمنظر دوت. بس يعني عايزه اقول لكم ايه رايكم بس انتوا فيها، وايه رايكم في المساحه. يعني حاسه ان فيها براح للحركه، يعني دي مش مقفوله قوي. بص ديت الشوفونير اللي بقول لكم عليها، اللي انا خلاص هخليها تسريحيه دلوقتي 3 ادراج. و وفي درج صغير فوق كده حطيت فيه مثلا المشاط الفرش الحاجات ديت. فبصوا برضو قولوا لي، انا كنت حاطاه في الجنب هنا، فانا قلت ايه طب هجرب احطه في الوش. تمام. بس انا هناك حطيته تحت الشباك على طول. عايزه اقول لكم هي وسعت الدنيا، بس يعني مشكلتها ان هي تحت الشباك، يعني عشان إيه يعني وراها الشباك انا مش هينفع اعلق المرايه بتاعتها. وبرده لو انا حاطه عليها حاجه ضرفه الشباك وبتتفتح هتوقع لي الحاجات اللي عليها. بس بصوا المساحه يعني المساحه وسعت ازاي في الممر ده، يعني حسيت ان الدنيا وسعت، والطرقه اللي قدام السرير دي ما شاء الله بقت طويله، بقت يعني مرتاحه. فبصوا هي حلوه وكل حاجه، بس في مشكله الشباك. فانا قلت ايه، طب ما انا اجرب ان انا ازقها بعيد عن الشباك، يعني بعد الشباك اخليها. تمام. فبرضو انتوا يعني انا بصي انا جربت لكم كذا شكل، وانتوا برضو عرفوني. انا لحد دلوقتي لسه ما علقتش المرايه، فبرضو قبل ما اخرم واعلق المرايه اشوف احطها فين. برضو ادوني رايكم برضو. بس انا بصراحه النظام ده مش حاساه، يعني انا ان هو تحت الشباك ده على طول مش حاساه، عشان مفيش مرايه يعني مفيش مكان للمرايه. بصوا كده انا قلت ازقها بعد الشباك. تمام. حاسه بصوا بقى كده ما شاء الله عليها ايه، الطرقه وسعت جدا. يعني بصوا بقى في بروح، بس هي اللي يعني هيجي يقف قدام المرآة اللي قدام التسريحه او المرايه، هيحس ان وراه في سرير، او ممكن تقعدوا بقى على السرير مثلا وتستخدموا مرايه، يعني تستخدموا التسريحه. بس انا بقى الكومودينو هنا مش هيفتح، يعني الدرج بتاعه هيخبط فيها. فبرضه انا حاسه ان هي ايه، يعني ضيقت جوه. بس بص برضه الشباك هنا يعني يعتبر جايب الملي، بس الطرقه اللي هي الناحيه التانية مكانها دي، عايزه اقول لكم ان هي يعني ايه وسعت جدا. بصوا الطرقه هنا الدنيا بقت براح، يعني ما شاء الله مثلا قول الحته دي متر مثلا بطول الاوضه كلها فاضيه. بس حسيت ان هي اتكومت جوه كده برضه، وحسيت ان انا ايه، يعني لو بص يعني هي ايه، شفت مقاس المقشه هي اللي الشخص هيقف فيه، يعني مثلا لو واقفه عرض المقشه يعني جاي بالظبط عليها. فانا برضو مش حاساها بقى الا بقى بقولك لو مثلا هستخدمها وانا قاعده على السرير، يعني مثلا ايه اكني حاطه كرسي وقاعده اللي هو السرير، بس انا مش حاساها بصراحه. برضو قولوا ايه رايكم، برضو ممكن يعني نمشيها حبه كده وحبه كده. بس انا في الاخر هوريكم النظام اللي انا ارتحت فيه بصراحه. تمام. انا بصوا انا هنا كنست، انا بصوا عايزه اقول لكم الاوضه دي كنست كتير. كل لما اجي احط مثلا امسح عشان مثلا ادخل كومودينو اكنس وامسح. إيه برضو عايزه المع تحت برضو التسريحه ديت،
برضه اكنس وامسح، عشان اكون بمسح ليه، عشان خاطر انا لو عايزه احط، لو مثلا احط الكومودين، احط مثلا التسريحه، عايز يبقى تحت منهم فاضي، يعني نضيف، يعني فاضي ونضيف ومتلمع، ما بقاش ايه المع مثلا الحتت اللي باينه وخلاص، لا انا عايزاها بصراحه يعني ايه، انا هفرش فرشه وبقى يعني دي بقى الفرشه اللي هنقعد عليها، فتبقى فرشه الاوضه دي فرشه مره واحده، وتبقى الحاجه محطوطه على نظافه، وتبقى معموله ايه يعني بضمير. تمام. بص انا هنا كده لمعت الاوضه، ولمعت السيراميك كله. هرجع بقى التسريحه دي هرجعها مكانها تاني. تمام. يعني المكان اول حاجه انتوا شفتوها خالص اللي هي كانت في الزاويه دي، هي بصراحه يعني مش مضيقه الدنيا ومش موسعيها، بس يعني لحد ما اللي مثلا هيقوم من على السرير الناحيه التانية هيبقى فيه براح، واللي هيجي يقف قدام من التسريحه هيبقى برضو ظهره مفهوش حاجه. فبس هي بس الفكرة ان انتوا داخلين كده بالجنب عشان تعدوا السرير الناحية التانية، هي بس اللي شوية يعني ايه مضيقة سنة، بس مثلا مسافة 40 سنتي برضو تعدي حد برضو مرتاح يعني مش قوي. بص هو في كل الاحوال هي عموما الشقة اصلا يعني اوض الاسكان بتبقى ضيقة. بصوا بس يعني والله يعني لحد ما احنا بنحاول نوفر مكان للحركة. بصوا كده اتحطت، يعني حاسه ان اللي هيقف في يعني يشوف نفسه في مرايه، ومثلا يرجع ويشوف حاجه او كده مفيش حاجه وراه يخبط فيها. وبرده حاسه المسافه دي يعني تعدي عادي الحمد لله، يعني هي يعني المسافه بتاعتها مقاس سيراميكا بالظبط. فبرضه قولوا لي انتوا رايكم. بصوا بقى دي الاوضه بعد ما خلاص فرشتها كده وكل حاجه دخلت مكانها. بصوا الدولاب يعني بصوا الشنطه هي اللي خبطت، بس الباب نفسه ما بيخبطش في الدولاب. بصوا الدولاب دوت كان 4 ظرف. بصوا دي ظرفه اتنين، دي التالتة والرابعه احنا اللي قصيناها. تمام كده. ده برضه انا بتكلم للي لسه ما يعني لسه داخل وما يعرفش ان الاوضه دي اتقصت، برضه في فيديو كامل عن القص نزل على القناه. بصوا بقى الكومودينو هنا لازق في السرير ازاي، يعني ال10 سم اللي احنا قصيناهم دولت لو ما كانوش اتقصوا كانوا فرق جدا، وبرضه في 10 سم من الناحيه التانية. فبرضه قولوا لي ايه رايكم كده، يعني فرحانه جدا 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 ان هي اتقصت ودخلت مظبوطه يعني. عارفين انتوا صدقوني لو ما كانتش اتقصت ما كنتش عرفت اتحرك في الاوضه، او كنا مثلا حاطين السرير في حته والدولاب في حته. فده بصراحه انسب مكان، شايف يعني انسب طريقه او توزيعه شايفاها ان هي فيها براح للاوضه كلها، وان تعرفي تتحركي تمشي يمين شمال، يعني داير ما يدور فيه براح. بصوا الحته دي 60 سنتي، والحته اللي هناك 75 سنتي عشان خاطر في عمود في الزاويه خالص. تمام. الحته اللي بنعدي منها دي 40 سنتي. تمام. والحته ديت يعني الحته بقى من السرير اللي هنا دي وما شاء الله ممكن مثلا تعمل لها متر او 90 سنتي. فلحد ما حاسه ان في وسع وفي براح اللي الواحد يعرف يمشي فيه. اي نعم مش الوسع اللي هو في الاوض العاديه، الاوض الواسعه وكده، بس برضه والله احنا بنقول رضا وشايفاه ان هي حلوه. وطول ما انت جايبه عفش على القد وعرفتي تظبطيه بصراحه بيبقى حلو. الرك بقى لو حد مثلا جايب بقى يعني السير ده مقاسه بالظبط 150. في ناس للاسف يعني السراير بتاعتهم 2 متر ومتر و70 ومتر و80، في الموضوع بيبقى صعب. بصوا انا شاورت لكم كده على مرايتين، عرفوني احط التسريحه ازاي عشان هعرف احط المرايه فين قبل ايه مخرم لها وكده. بصوا حطيت هنا بقى الملل وحطيت عليهم كرتونه بتاعت التلاجة ديت. الكرتونه دي تقيله ومتينه، علشان خاطر لو انت مثلا بتحطي المرتبه السفنج بتاعتك مع الوقت، مثلا لو في فراغات بين الملل ممكن الصوص يعني ايه تبقاش، يبقى لازم حاجه تستحتيها الصوت. بصي المرتبه دي طبعا انا ما قصيتهاش، فالمرتبه دي متر و70، ففي 20 سنتي متحملين على الهواء لحد ما ربنا يكرم ان شاء الله، وابقى اغيرها باذن الله المرتبه، واجيب بقى مرتبه 150 على قد السرير بعد بقى ايه بعد القص والتعديل. فبرضو قولوا لي رايكم ايه، وانا ان شاء الله عارفه ان هي تعجبكم عشان انا مبسوطه وعجبتني. عشان خاطر يعني ايه عارفين انتوا لما يكون في حاجه في دماغكم وقصيتوها وطلعت فعلا مظبوطه، عارفين ان هي لو ما كانتش اتقصت بالوضع ده صدقوني ما كانت يعني كنت ممكن مثلا احط بقى السرير ورا الشباك، يعني تحت الشباك، كان مثلا الدولاب دوت هيجي في حته تانية خالص. يعني حرفيا كنتوا هتلاقوا الدنيا يعني ايه مش متنظمه. بس انا بصراحه النظام دوت عاجبني، يعني عاجبني ان الدولاب على جنب، ان السرير واخد جنب 2 كومودينو فشكله حلو، ان التسريحه لحد ما جاتش التسريحه الكبيره. بس انا ايه خدت اللي هو الشوفونيره او العسكري دوت، وقلت لا انا هظبطه يعني دوت. هو في 3 ادراج قلت يعني هيلموا حاجتي بتاعت التسريحه، وبرده انا روقت التسريحه يعني ايه روقت كتير، اي حاجه ملهاش لازمه برده بقيت ايه اطلع وارمي. إيه الحاجات اللي مثلا ان ينفع حد يستخدمها بقيت اوزع. فبصراحه يعني ايه يعني انا مقرره خلاص انا كركبه وحاجه زياده عن اللزوم لا. بصوا السجاجيد ديت طبعا مش بتاعت الاوضه ومش رايقه عليها، دي السجاجيد الطرقه بتاعت الشقه التانية، بس انا حطيتهم هنا لحد بس اما اشوف الدنيا فيها ايه واظبط يعني سجيد، وانزل بقى ايه اجيب حاجات وكده.
بصوا بقى قولوا لي ايه رايكم في الاوضه. إيه مع العلم برضو ان انا لسه عايزه اجيب براويز، عايزه اجيب ديكورات. كان عندي اتنين اللي هم اتنين اباجوره، بس بقى يعني ايه عيالي كسروهم، تحس ان هم بقى ايه مكسورين الرقبه قاعدين مايلين كده. فحاساهم برضو مش هينفع، فوالله هحاول اشوفهم لو ينفع والدي يصلحهم لي خير وبركه، وما تصلحوش برضو هحاول اجيب جديد. بس انا يعني انا بقول طالما شقه جديده ان شاء الله نجيب جديد باذن الله. وبرضو عايزه اجيب زرعه كده، زرعه اللي هي الزيتون ديت بتدي هيروح حلو قوي في الاوضه. عايزه برضو اجيب واحده، وعايزه اجيب مفارش كده تكون حلوه يعني. بصوا يعني واحده واحده هنظبط الاوضه ان شاء الله. بس انا عايزه اجيب براويز بقى، بس مش عارفه اجيب براويز تبقى مثلا شكلها ايه، لان البراويز دي تبقى في وشي يعني على طول في الاوضه. فانتوا برضو قولوا لي رايكم، وقولوا لي الاوضه مغمقه يعني الاوضه دي رمادي اللي هو السيلفر. قولوا لي برضو يعني مغمقه الاوضه ولا الاوضه حلوه. وبرضو قولوا لي رايكم ايه لو الاوضه دي كلها اتدهنت ابيض، يعني فواتح، ولا اخليها كده بلاش ابوظها لحسن انا عارفاها وتبوظ. فبرضه قولي لي رايكم ايه. بس بصوا بقى المنظر كده بعد ما اتفرشت لحد ما حاسه ان الدنيا راقت، وان خلاص يعني عارفين الهدوم لوحدها كانت جايبه لي اكتئاب والله، ان الهدوم بس اتشالت واتحطت مكانها، وان كل حاجه رجعت كده مكانها، حاسه براحه نفسيه ما اقولكوش يعني. فقولي لي برضه ايه رايكم، ايه رايكم في يعني في كمساحه، وايه رايكم في النظام ده. ولو في حد عنده نظام تاني وهيوفر مساحه تاني برضه يحاول يعني يوصله لي في الكومنتات يفهمه لي يعني. وان شاء الله نحاول واحاول اجرب باذن الله. بس انا يعني حاسه من وجهه نظري ان ده انسب حاجه يعني انا توصلت لها، او انا مقتنعه بيها يعني. بس برضو ايه ممكن في المستقبل اغير او الف، يعني الاوضه ما فيهاش لف، الاوضه ضيقه جدا، بس يعني الحمد لله رضا من عند الله. بص انا هنا كنت خلصت حرفيا المغرب يعني بجد والله. انا الاوضه دي طلع عيني فيها بصراحه. الموضوع يبقى لكم سهل بس هو صعب جدا. فانا بقى ايه كل اللي معايا لحد هنا وصل معايا لحد هنا، حطوا لي لايك واشتراك وفرحوا قلبي، لان بجد تعبت وقدروا تعبي. وبجد شكرا لكل الناس اللي بتعلق لي يعني. ما شاء الله انا يعني ما كنتش اعرف ان الفيديو بتاع اوضه الاطفال والعزال ده هيجيب يعني ما شاء الله يعني ناس كتير جات لي جديد تتابعني، وناس كتير شجعتني. فربنا يخليكم يا رب، وفرحتوني وفرحتوا قلبي، وربنا يفرح قلوبكم كلكم يا رب. فقولوا لي بقى ايه رايكم كده. ولسه بقى ان شاء الله مركب الستاره. انا هنا الستاره جايباها هعملها ستاره ويفي بيضه عشان تفتح لي الدنيا شويه. فبرضه لسه هتتعلق، بس لسه بس ما اظبط يعني، عشان لما نجيب بقى الهيلتي او الشنيور نخرم، اكون بقى جايبه حاجه الديكورات والبراويز واخرم مره واحده ايه، واحط الحاجه مره واحده. فيا رب الاوضه بقى تكون عجبتكم، وتكون كده شكلها مريحه نفسيا ليكم زي ما هي برضو مريحه نفسيه ليا. آه، يعني بصوا انا عارفه طبعا ان في اشكال احسن من كده وحاجات احسن من كده بكتير. بس انا والله يعني حابه حاجتي. انا من نوع الحاجه بتبقى عزيزه عليا، بكون حاجتي انا ممكن اعدل اغير في الالوان، هغير في حاجه، بس الحاجه نفسها طالما انا يعني ايه إن دي مثلا عشره عمر مع الاوضه دي، فبصراحه انا حباها وكنت حابه ان هي تبقى معايا، وان انا اعدلها وخشبها ما شاء الله كويس. فبرضه قولوا لي إيه رايكم. وبس كده وصلنا بقى لمرحله بقى التعطير والروائح الحلوه والراحه النفسيه. فبرضه مستنيه كومنتاتكم ورأيكم، واللي ما اشتركش اكيد لازم يشترك عشان يتابع بقى الجديد كله. ان شاء الله المره الجايه بقى هنخش بقى على المطبخ. واشوفكم بقى في فيديو جديد، ومع السلامه.